إخوتي، هل سمعتم ما يحدث مع حكيم زياش؟ بصراحة الموضوع غريب شيئا ما، وقلت أفتح معكم هذا النقاش لأن فعلا الأمور بدأت تتحرك في اتجاه غير متوقع. خلال اليومين الماضيين بدأ الإعلام التركي يروج لخبر جديد: فريق صاعد بحديثا إلى الدور الممتاز اسمه جالينسير بيرليغي يخطط للتعاقد مع النجم العالمي. تخيلوا من هذا اللاعب؟ إنه نجمنا المغربي حكيم زياش. أول ما قرأت الخبر قلت مع نفسي: هل يعقل؟ هل نسيتم ما حدث مع غلطة سراي؟ مشاكل كثيرة، حديث عن ضرائب، حتى إشاعات عن دخوله السجن. والصحافة التركية قالت إن ممتلكات زياش أصبحت مهددة. تخيلوا حجم هذا الضغط الذي كان عليه لاعبنا ونجمنا وأسطورته المغربية. وفوق كل هذا يأتينا ناد آخر من نفس البلد ويقول: نريد بناء مشروعنا على زياش. أنا من جهتي لا أراها خطوة منطقية أبدا، بل وأقولها بصراحة صعبة جدا، بل مستحيلة نفسيا على لاعبنا وعلى نجمنا حكيم زياش. ثم دعونا نكون واضحين مع بعض، هل سمعنا يوما عن مشاكل قانونية لزياش في أوروبا؟ أبدا، لم أسمع به، لا في هولندا ولا في إنجلترا ولا حتى في فرنسا. كل هذه الأخبار خرجت فجأة في تركيا فقط، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا بسيطا: ما الذي يحدث فعلا؟ أنا اليوم لا أتحدث عن محلل ولا كإعلامي، أنا أتكلم كأخ، كواحد يحب المنتخب ويحب زياش. زياش قدم لنا الكثير، ألا تتذكرون من كان يقود المنتخب في اللحظات الصعبة؟ من كان يحرك الملعب تمريرا وتسجيلا؟ زياش ليس مجرد لاعب، إنه قيمة كبيرة، تجربة وروحا وأرقاما لا ينافسه فيها أحد حاليا في المنتخب. لكن المؤلم فعلا أن بعض الناس بدأوا يتحدثون عنه وكأنه انتهى. أين الوفاء؟ أين التقدير؟ لاعب مثل زياش نحن في هذا الوقت تحديدا يجب أن نقف معه، لا أن نتخلى عنه. وكأس إفريقيا اقترب وفي أرضنا، أليست فرصة مثالية لزياش كي ينهي مسيرته الدولية بشكل يليق بتاريخه؟ أنا شخصيا أرى أنه ما زال قادرا على إبهارنا من جديد، فأنتم ما رأيكم؟ هل ترون أن زياش ما زال يملك ما يقدمه؟ هل فعلا تم ظلمه في كل ما قيل عنه في تركيا؟ وهل تتوقعون أن يعود ويفاجئ الجميع؟ أنا طرحت الحديث والكلمة الآن عندكم. دعونا نتحدث كعائلة واحدة بهدوء وصدق، لأن حكيم زياش في النهاية هو أحد أبنائنا. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.